الفيلم ديالنا كيبدا بجون، هو واحد القاتل محترف اللي كيقتل اي واحد مقابل فلوس، وكان اغلى قاتل في عالم الجريمه. من بعد ما دار بزاف الفلوس من الخدمه ديالو قرر جون يتقاعد باش يعيش حياه عاديه مع مراته اسمها ناتاشا. واحد النهار قالت له انا غنمشي ندوز شي ايام مع صاحبتي نورا، ولكن نورا قالت لجون واش ممكن نخلي معاك بنتي ديك الايامات اللي غادي نكون مسافره. وهاد البنت الزوج ديالها الاول اللي هرب مباشره من بعد ما ولدات. البنت اسمها سون يونغ وعندها 17 عام. جون كان متردد بزاف وقال ان البنت كبيره وتقدر تهلا في راسها، ماشي ضروري تبقى معاه. ولكن بعد ما طلباتو مراته ناتاشا وافق جون يخليها معاه، ولكن من داخل ما كانش مرتاح حيت ما كانش باغيها تبقى معاه. لغدا جون وصل ناتاشا ونورا للمطار، وفي العشيه مشى ياخذ سون يونغ من القهوه. طريق سون يونغ قالت له بغات دوز الليله في الدار ديال صاحبتها. جون وافق، ولكن قبل ما يمشي عطاها شويه الفلوس وحط واحد الجهاز التعقب في البسطام ديالها باش يعرفها فين كاينه. جون وصل سون يونغ صاحبتها لواحد المول ومشى بحالو للدار. اتصلت به سون يونغ وقالت له راه عندي واحد الحرق كبير في كرشي. وجون هز الطوموبيلته ومشى بالزربه باش يعاونها، ولكن مني وصل لقى سون يونغ في واحد القهوه وماشي في الدار مع واحد الصديق ديالها. انا جون عرف بلي سون يونغ غير كذبت عليه باش تخرج للزنقه تلاقى صديقها. جون ما دار حتى شي رده الفعل وبقى بارد، ولكن من الداخل كان عيط فرقع بالغضب. قام تبعها بجهاز التعقب. فاش تبعها وصل لواحد البلاصه مهجوره فين لقى واحد السيده سميتها دونا اللي كانت غاد بزز على سون يونغ تبيع راسها مقابل فلوس. بزز. جون ما عجبوش الحال وتدخل، دابز مع كاع الناس اللي كانوا معاها ونقد سون يونغ. من بعد هادشي سون يونغ ولات كتثق في جون، ولات كتشوفو بلي شخص يعتمد عليه وصديق حقيقي. واحد الليل فاش كانوا خارجين للعشاء فهم واحد البوليسي في الطريق. جون عرف بلي الناس اللي ضربهم البارح جبروهم البوليس ميتين، وهنا البوليسي اللي كان شاك في جون بدا كيسول فيه بزاف الاسئله. لا غدا البوليسي جا للدار عند جون حيت كان شاك فيه بزاف، وراه واحد الفيديو ديالو في طوموبيل في نفس المنطقه في نفس النهار اللي ماتوا فيه. ولكن جون بالزربه قدر يهرب من هذا الاتهام هذا حيت الكاميرا صورت بزاف د الناس في ديك البلاصه ماشي غير هو. دونا عاودت تواصلت مع سون يونغ وهدد جون باللي عندها السكين اللي فيه البصمات ديالو، وتقول للبوليس باللي هو اللي قتل ديك الدراري بداك الموس. جون اللي كان عارف باللي ما عندوش خيار اخر عطى سون يونغ واحد السيوار اللي فيه جهاز التعقب باش يعرف فين كاينه ومشي يقابل دونا. طريق جون واجه جانغ اللي كان واحد من الرجال ديال دونا، والخدمه ديالو هي يخطف البنات القصيرات ويبيعهم. جانغ حاول يقتل جون، ولكن جون اللي كان محترف في القتال اللي كان مقاتل محترف ضرب على الرجال ديال جانغ بسهوله. من بعد ما خلى واحد منهم في واحد الحاله حرجه جانغ اضطر يعطي لجون السكين، ولكن فاش حنا جون باش يهز الموس جانغ ضربو بواحد القرطاسه وهرب. جون بدا كيطارد جانغ، ولكن في الطريق واجه مقاتل محترف اللي عطاه معركه قويه بزاف. من بعد ما قدر جون يغلب داك المقاتل رجع للدار، ولكن تصدم فاش لقى سون يونغ تخطفت المره الثالثه. جون قدر يعرف المكان ديالها بالزربه باستخدام جهاز التعقب اللي كان في السيوار ديالها. هو يمشي للمخزن الاسلحه اللي عنده وهز كاع السلاح اللي ممكن يحتاجه ومشى باش ينقذها. جون وصل لواحد الزنقه مهجوره بدا كيهجم على العصابه اللي خطفت سون يونغ. جون وبفضل المهارات اللي عنده قدر يتغلب على العصابه كامله، ولكن جانغ رجع باش يدابز معاه ويعطي واحد المعركه اللي هي قويه، ولكن جون قدر يغلبه بالزربه. وبقى كيسول فيه على الشخص اللي بغى يخطف سون يونغ، ولكن جانغ ما قال والو ورفض يعترف باي حاجه. هو يتعصب جون وقتلو. وهو جون يقلب له في الجيب ديالو ويلقى واحد التليفون. واخر مكالمه كانت عنده مع البوليسي اللي جا للدار جون باش يحقق معاه، يعني ديك البوليسي هو واحد من افراد العصابه اللي خطفوا سون يونغ. هو يمشي بالزربه جون عند داك البوليسي اللي كان اسمه لي، قال له راه غادي يفتحوا غادي يقول المعلومات كامله للصحافه، الا ما قالوش المعلومات كامله على العصابه وديك الشبكه اللي كتخطف البنات. البوليسي بالزربه عطى جون كاع المعلومات اللي كان خاصها حيت كان خايف على الخدمه ديالو، وكذلك خايف يمشي للحبس. من بعد البوليسي عطى لجون واحد العنوان من واحد من افراد الشبكه اللي كان اسمه بارك. جون قدر يكتشف باللي بارك كيخطف البنات صغار ويصيفطهم لروسيا. بارك حس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك وحاول يهرب، ولكن بالزربه جون قدر يلحقو وقتل جميع الحراس ديالو. من بعد ما عذب بارك شويه عرف منه الشخص اللي كان باغي يخطف سون يونغ هو قاضي مشهور سميتو كيم اللي عنده نفوذ مع كبار الشخصيات السياسيين. جون كان مصمم يوقف هاد الشبكه وهاد العصابه اللي كتخطف البنات، ولكن عرف ان القاضي عنده حمايه قويه وبزاف النفوذ. من بعد ما عرف جميع التفاصيل قرر يواجه القاضي، خد السلاح ديالو باش يسالي كلشي. جون اللي كان كاعي ومصمم يسالي كلشي وصل للاوتيل اللي كان فيه القاضي كيم. القاضي كان زاهي مع شويه ديال البنات، ولكن جون ما عطاش الوقت لاي واحد، بدا كيقضي على الحراس ديال القاضي واحد بواحد باستخدام القناصه ديالو. في نفس الوقت كانت دانا جايبه بنت جديده باش ترضي القاضي، ولكن جون في نفس الوقت كان داخل وكيقتل كلشي. وسط كاع هاد الفوضى اللي كانت طاريه جون تلاقى مع العدو ديالو القديم يوري اللي كان خدام مع المافيا الروسيه. يوري بدا كيدابز مع جون والمعركه بيناتهم كانت قويه بزاف حيت بجوج كانوا مقاتلين محترفين، ولكن في النهايه جون قدر يتفوق على يوري، ولكن ما قتلوش في ديك اللحظه حيت كان عنده هدف اكبر اللي هو القاضي. وصل جون لغرفه القاضي اللي كان عارف راسو محكوم عليه بالموت، ولكن حاول يغري جون بالفلوس باش يخدم معاه. جون سولو على البيج ماما. القاضي قال له راه الشركه ديالو في العصابه الاتجار بالبشر. من بعد ما عرف جون كاع داكشي اللي باغي من القاضي هو يجرب عليه. في النهايه جون عرف ان نورا الصديقه ديال مراته هي اللي كانت متورطه مع القاضي في الاتجار بالبشر، كانت حتى هي خدامه معاه وحاولت تبيع بنت سون يونغ للقاضي. هو يدير له جون واحد القالب، دخل الطوموبيل ديالها تخبع بلا ما تشوفو، هو يصيفط له واحد الميساج من التليفون للقاضي اللي كان عنده. فاش وصل الميساج للتليفون
التليفون ديالها تفاجات باللي جون كاين في الطوموبيل. جون قال له راه غادي تهلا في سون يونغ ومن بعد قتلها حيت كان عارف باللي هي مستعده تبيع بنتها. جون صنع له واحد الجروب اللي كينظف اي جثه كاينه في اي بلاصه مقابل الفلوس، وجاو ومسحوا كاع الادله. في الاخير جون تلاقى مع مراته ناتاشا اللي غادي نعرفوا باللي حتى هي نقدم من واحد المحاولات الانتحار. القصه سالت هنا وجون قدر يرجع لعائلته ويعيش بسلام بهذه المره.